بسم الله ولا إله إلا الله وصلاة وسلاما عليك يا خير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم، يسعد جميع أوقاتكم إن شاء الله تكونوا بخير. ورجعت لكم بفيديو جديد. إلى عوافي عليكم يا حبايب قلبي، وحشتوني كتير كتير من الفيديو الأخير. بشكركم كتير كتير كتير، بزاف بالتونسي بقى. هلاقي الأخت الجميلة اللي بتكتب لي تعليق جميل، الأخت من تونس مش متذكرة اسمها، والله لو متذكرة اسمها كنت قلت اسمها. تعليقاتها جميلة، بشكرها وتحياتي ليها من مصر لتونس. وتحياتي لكل اخواتي اللي بيكتبوا لي تعليقات جميلة على لمبة الجاز. وهنرجعكم بالزمن الجميل الوراء شوية. كانوا زمان لما الكهرباء تقطع يقرأوا القرآن على لمبة الجاز، وكانت الأم تذاكر لابنها على لمبة الجاز أو الكلوب. بس ده الكلوب ده بقى كان يبقى عند العمدة. بس مبدئيا ما تنسونيش من اللايك والشير. لايك مبدأ منكم، لايك فضلا وليس امرا. الفيديو النهارده فيه معلومات قيمه جدا عن الحمام. بس قلنا الاول نشرب معاكم كوبايه الشاي على وابور الجاز. وما تنسونيش من لايك والشير، لايك فضلا وليس امرا. يلا بينا نبدا الفيديو. حطيت بقى معلقه الشاي في البراد، بيقعد يغلي على وابور الجاز مثلا قرابة حوالي تقريبا، يعني ما بياخدش دقيقتين. النهارده هقول لكم معلومات قيمة جدا لكل مربي ومحبي الحمام اللي عايزة البيض عندها عند الحمام يبقى زي المطر. الفيديو ده ليها بمعلقة واحدة فقط سحرية هتعملي. بص، هيبقى عندك زغاليل زي المطر. وعن تجربة، بس حتة الحمام يبيض 3 بيضات دي والله هي حصلت معايا مرة واحدة. ده سبحان الله من الأعشاب اللي كنت بحطها وعمري ما انساها. وكنت بقول لبابا، يا بابا، كان بابا عايش الله يرحمه ويحسن إليه يا رب، الاقي 3 بيضات عند الحمام. فكنت متخيلة ان مثلا قلة صفايح، حطيت صفايح كتير. كان برضو الاقيه بيض 3 بيضات. والله دي حصلت عندي. وكنت يبقى زغاليل، لو عايزة يبقى في زغاليل على الارض والحمام بايض، وعمر الزغاليل اللي هو لسه بيأكلها اسبوعين. يبقى الفيديو ده ليكي. ما تنسينيش من اللايك والشير. لايك مبدأ منكم، لايك فضلا وليس امرا. وهوريكم دلوقتي الانتاج، بس اتفضلوا الشاي. لايكاتكم الجميلة بتسعدني، كومنتاتكم بتبسطني جدا. ومرة تانية تحية من مصر لتونس لأختي الغالية. بس والله اسمها مش جاية على ذهني خالص دلوقتي. هنا بقى هوت الحمام ده بايض فين عندي؟ بايض في المنور. كان أبا الله يرحمه، كنت أنا جبت زمان أول ما بنينا البيت كنت جبت حمام، وبابا كان بيصب الدور التاني وانا كنت مربيه الحمام. ففي حمام طفش فجي في المنور عندي، فبقى يبيض في الصفايح. اعلق له صفيحه ويبيض فيها، بيبيض وينطر بيض وينطر زغاليل اكتر من اللي محبوس في مليون مره. انا رغم ان انا يعني في الاكل مش قد كده، بس بطلع احط له العلفه بتاعته على سطح الاوضه من فوق. يبقى الزغاليل كده اهو صغيره ومطلوقه في الجو وبايض ولسه مبشر ومطلع اهوت. بسم الله ما شاء الله. اسفين على صوت الكلاب. الحمام من الحاجات اللي تاكلي من تحتها كويس.
برضك لو انت شاطرة في التجارة كويس جدا جدا في التجارة. طيب ايه اكتر نوعية حمام تربوها وتعمل عندكم انتاج حلو وسريع جدا؟ الحمام اللي هو لونه رصاصي، حمام الابراج حلو جدا وعن تجربة. والحمام اللي هو بلاش البلدي، تاخدوا الحمام اللي هو الهجيني اللي هو بيهجن على روماني، يبقى انتاج بلدي على روماني. هو في اليومين دول غالي شوية، سبحان الله. هي هنا هي مطلعة الزغلول، والتانية لسه بتقشر البيضة بتاعتها. يعني ان شاء الله مش هنكمل، انا بصور الفيديو ده حاليا يعني كنا الظهر كده تقريبا، ودي لسه يعني زمانها دلوقتي طلعت، لانها دلوقتي بسجل الكلام على الفيديو. دلوقتي انا صليت المغرب والبيضة التانية مقشرة. طيب يا ام اسامه رغيتي كتير، ما هو الرغي ده في مصلحتكم يا جماعه الخير. طيب انت لما تيجي تغيري تحت الزغاليل اوعي تغيري لهم في العمر ده، من اساسيات وتربيه الحمام. اولا ما فيش حاجه اسمها حمام، خليكي لغتك كويسه في الحمام. يعني ما تقوليش الحمام باض، قولي الحمام محصي. لانه انا صغيره كنت اقول الحمام باض، فبابا الله يرحمه كان يقول لي في الفلاحين يقول لي الحمام محصي، دي مش فراخ. تاني حاجه اوعي تشيلي الزغاليل في السن ده وتغيري تحتها. طب لو لقينا الدبان يا ام اسامه والحشرات وكده، هتشيليها كده الزغلوله بايدك او البيضه وترشي تحتها بيرسول، واستني دقيقه واحده على بال لما الريحه تروح، وبعدين حطي البيضه وحطي الزغلوله. لانك انت لو غيرت تحتيهم دلوقتي الام مش هتيجي ترقد عليهم وهتسيبهم يموتوا. لايك وشير فضلا وليس امرا، لايك مجدعه منكم. طيب يا ام اسامه ايه اللي هيجعل البيض عندك زي المطر؟ وكمان الزغاليل هتبقى بسم الله ما شاء الله احجام حلوه جدا. معلقه واحده من الحلبه، وما تزوديش، تحطيها على معلقه شاي لان الزياده بتقلب للضد يا جماعه الخير، وتحطيها على العلفه بتاعتك. والعلفه بتاعتك ما تحطيش فيها دشيشه كتير، لان الدشيشه بتليس الحمام، والحمام لما يليس ما يبيضش. ولما معلقه من الحلبه المطحونه على كيلو العلف، يا تحطيه في الميه مع معلقه عسل اسمر جميله جدا جدا، يا تحطيها مع العلف. وانا بقولك العلف افضل علشان ياكلوا. الطيور رخيصة برخص التراب جدا جدا في السوق. انا جبت نتايتين بط النهاردة، النتاية ب200 جنيه بسم الله ما شاء الله، 2 كيلو ونتاية تانية. وهقول لكم انا مفارقات القدر معايا في شراء البط ده جميلة جدا جدا جدا. كذا مرة يطلع معايا الحركة دي، والست وهي بتبيعهولي ما تعرفش انه ذكر، وكان معدي ال2 كيلو بكتير. لما جيت هنا وزنته طلع 3 كيلو وربع، باعتهولي ب230 جنيه بسم الله ما شاء الله. حجم 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 كده بسم الله ما شاء الله. واذا وصلت معايا لحد هنا لايك وشير فضلا وليس امرا، لايك مجدعة منكم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.